دينا الرقاصة فتحت مدرسة قد الدنيا لتعليم الرقص الشرقي وشوية حاجات كده معاه بدون الدخول في تفاصيل، والمدرسة دي بيتروج لها بشكل غريب جدا وفيديوهات كتير جدا منتشرة بشكل كبير من افتتاح مدرسة دينا واللي بيحصل في مدرسة دينا ومباركة معظم الفنانين للفنانة دينا على مدرستها الجديدة. كم سؤال رايحين جايين على بالي كده، حبيت اعرف رأي الناس فيهم وكل رأي يحترم ما دام محترم. هل المحتوى اللي بيظهر للدنيا كلها من داخل مدرسة دينا ده مش خادش للحياة؟ هل فيديوهات دينا العاديه وفيديوهات حفلاتها مش خادشه للحياه؟ هل اللي هيتخرجوا من مدرسه دينا دول مش هيقدموا محتوى خادش للحياه؟ هل اللي اتقبض عليهم دول كلهم بتهمه نشر محتوى خادش للحياه قدموا اكتر من اللي دينا بتقدمه في اي شيء؟ بل اللي دينا بتقدمه اكثر خدشا للحياه وتغيير لقيم مجتمع بشكل اكبر تاثير لانه مدعوم ومعاه كارنيه. السؤال الاكثر جدلا واللي معظمنا بيساله لنفسه، ليه المدرسه دي مفتوحه حتى الان؟ وليه الممثلين اللي خدشوا الحياه بالفعل في مشاهد كتير وحفلات ومهرجانات ما تحاسبوش زيهم زي الناس اللي اتحاسبوا دول؟ هل الفنانه دينا احسن من اللي اتسجن سنه ولا سنتين عشان لفظ قاله؟ هل دينا احسن من اللي في السجن دلوقتي عشان لفظ قالته واصلا ما بتلبس ربع ملابس دينا بالنسبه لخدش الحياه؟ يعني شاركنا برايك في الكومنتات وما تنساش تعمل فولو ولايك وشير عشان نعرف راي الناس كلها في مدرسه دينا الجديده.